اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، آمين. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب بحق لا إله إلا الله ارزق كل مشتاق الذرية الصالحة، وارزق حبيبتي وأخت أم البنات بالولد الصالح، آمين يا رب العالمين. واشفع عن حبيبتي الغالية أم فيصل، واشفع عن كل حبايبي، آمين يا رب العالمين. وربنا يبارك في ميرو وأخواتها ويديكم الصحة، وكلكم على راسي على راسي، أحلى أخوات وأحلى حبايب. وحبيبتي الغالية نهى إن شاء الله تكوني بخير. كل حبايب السعودية ربنا يبارك فيكم ويدومكم في حياتي أعلى نعمة يا رب العالمين، آمين. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادعوا بالله عليكم بالشفاء. المليكة مليكة عيانة معايا خالص خالص والله. ربنا كريم يزيح عننا وعنكم يا رب. مرة حواني سعودية هتشوفوا معايا كل حاجة يا حبايبي. أنا كلمتكم قبل كده وقلت لكم بالصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا زي ما انتوا عارفين متاخر عليا الايجار، فصاحب البيت قال شوفي مكان تاني يعني، فانا بندور. بصراحه الاسعار موت موت يا جماعه. كل حبايب من الصعيد يكتبوا في التعليقات، لو انا بنكذب في اي حاجه يكتبوا ويقولوا لا الكلام ده ما حصلش. الاسعار عندنا في الصعيد يا جماعه تعدت فوق الخيال. بياخدوا خلوات 30,000 و20، لا فيش 20، هي 30,000 و25,000 وفي طالع. والإيجارات من 3000 ل3,500 وحاجات بقيت يعني استغفر الله العظيم. الغلبان مليش بكم في البلد يعيش. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كان فارس مكلم حد يعني يشوف لنا مكان. بصوا المكان شوفوا بعيد ازاي، وهو قال لي ده على كد فلوسك. يعني بصوا يا جماعة هتشوفوا تحكموا بنفسكم. ده مش سكن البني آدمين خالص، دي عشة فروج، واستحالة آمن فيها ان بناتي يقعدوا وانا مثلا نروح نجيب طلبات ولا اي حاجة، لان ده منط يعني. بصوا وانتوا زي ما انتوا عارفين البنات ما نقدرش انا نسيبهم. هتشوفوا معايا كل حاجة حبايبي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ده بعد ما نزلنا على الشارع الرئيسي دخلنا المشاوير دي كلها مشي، كل ده مشي حبايبي. بصوا كنت انا وفارس والسمسار. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وكانت بنتي الكبيرة معايا برضه لان البنات كانوا في الدروس. بصوا المكان يا حبايبي، هو ده البيت. تشوفوا البيت هنقرب لكم عليه وهتشوفوه. بصوا يعني اللهم لا اعتراض يا رب. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بصوا حبايبي ده الجنب، ده الجنب بتاع البيت، وده الشباك اهو شايفين، وده البيت نفسه. بصوا حبايبي بيت بالبلوك يعني. بصوا متهيألي أنا ما دخلتش جوه، أنا بصراحة شفت المنظر يعني قلبي اتخلع كده. شايفين الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. انا بصيت الفارس ده هو فهمني وراح قال له خلاص احنا هنجو تاني. قال له طب تعالى نفتح وتدخل تشوف. بصراحة انا مرضيتش. بصوا يا جماعة المدخل تاني ها، شايفين يعني المتة انا معايا زي ما انتم بتبقوا معايا في البث. بيجوا الساعة 8 والساعة 7 والساعة 6 المغرب من الدروس. تخيلوا الحتة دي هتبقى ازاي في الشتاء مع المغرب وقبل العشاء. تخيلوا الحتة دي هتبقى ازاي. بصوا حبايبي ده غير ان احنا مشينا مسافة كبيرة من ال قولوا معايا اللهم صل على رسول الله، من المكان يعني من الشارع الرئيسي برا عشان ندخله، يعني مسافة كبيرة كبيرة. ودي بنتة. بصوا حبايب المكان مناط يعني. بصوا شايفين اسطح جوا لقيتها جريد. طيب يعني ده لو احنا في الشتاء لو حباية مطر هيخلونا انا وبنتي تملخية كده، مش هيخلوا فينا حاجة زينا خالص. شايفين لما بنقول برضه ده مكان تعيش فيه بنات وامهم يعني، ومهما كان برضه المكان مش امان. راح قال لي مش على كد فلوسك. يعني ايه على كد فلوس؟ ناخد عشة فروج يعني؟ هي عشة الفروج بالمبلغ اللي انت هتقول عليه ده؟ شايفين يا حبايب المكان. بصوا بصوا جبت لكم المكان من بره. بصوا ده كله هيتمشي. وتخيلوا بقى لنا في الليل، وشوفوا احنا رحنا في النهار والنور شمس ودنيا منورة. وبصوا المكان هس هس كيف، والشوارع كأن المحافظ جاي. عشان ايه محدش يقول لي انت داخله الشوارع بالعني يعني مهسكه. بصوا الشوارع يعني هس هس، وين طلقلك نفر ولا اتنين. شايفين وادي الملف يا حبايبي، وريتها لكم مره واتنين. اكتبوا لي في التعليقات لو ينفع المكان ده نسكن فيه. طبعا انا قلبي اتقبض وبصراحه خفت ومرضتش ان يعني حتى مرضتش ندخل جوه. ايه يعني هنلقى ايه يعني جوه؟ هنلقى ايه جوه؟
يلحن القاه جو زيادة عن المنظر ده الشباك ده لو حد بس سند عليه كتفة كده هيتخلع. صح ولا أنا غلطانة؟ شايفين يا حبايبي؟ بصوا بصوا خلوا بالكم معايا على الشباك. بصوا ده الملف بتاعه من ورا، من ورا كمان فيه يعني. بصوا بينه ما بين شايفين يا حبايبي الشباك؟ لو حطيتي ايدك عليه كده بالسلامة يعني. بصوا البيت اللهم صل على رسول الله مش لازق في بيوت، لا حواليه فضا من ناحيتين يعني. لو اي حد هيعمل منط هينط يعني. بصوا وشايفين كده، تشوفوا المكان ده بيت يا جماعة السكن فيه بنته. انا ومروحة جبت نص كيلو عدس وجبت ربطة خس وجبنا شوية بجنجان، وهنعمله بإذن الله أحلى شوية بصارة إن شاء الله بإذن الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب يا جماعة. والله ما فاكرة عملنا بصارة ولا عدس في اليوم ده، مش فاكرة بصراحة. هتشوفوا معايا بس هنشوفوا دلوقتي عملنا ايه. عادي مليكة هتقطع في الخصاية. معايا مليكة يا جماعة والله تعبانة خالص خالص. عندها مشكلة مليكة من يوم ما اتولدت وهي عندها مشكلة في النفس يعني. حتى بعد ما اتولدت أنا ما شفتهاش، خدوها مني ودوها على الحضانة على طول، كانت حضانة أكسجين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عملنا بصار يا جماعة في اليوم ده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا يا رب. بصوا أنا جبت فول الطعمية وقطعت عليه بصلة كده، وجبت ربطة خضرة زي ما انتم شايفين قطعتها معايا. لما مش بيبقى عندي خضرة بنعملها بالملوخية، وفي الحالتين جميلة جدا والله العظيم. يعني البصارة والعدس حلوين خالص في الشتاء بسم الله ما شاء الله. مع ان انا معايا المتة مش يعني مش بيميلوا للعدس. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا يا رب. هم اتنين يعني مش بيحبوا العدس، بس باقي بنتة الحمد لله بياكلوه. البصارة كلهم بيحبوها الحمد لله يا رب. الحمد لله كلها نعم ربنا وكلها خير كتير والحمد لله على كل حال يا رب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا غسلت الفول غسله زينه وحطيت عليه ربطه الخضره زي ما انتم شايفين، وحطيت عليه البصله، وحطيت عليه فصين توم، وهنعلقه كده زي ما انتم شايفين على الشعله، وهنسيبه يستوي وهنعمله باذن الله احلى غدا. بالله عليكم يا بنتنا ما تنسوا اللايك والاشتراك. ربنا يبارك فيكم ويجازيكم خير والف مليون شكر. كل اللي عايز يسال عليا انا وبنتي ربنا يبارك فيه ويجعله في ميزان حسناته. حبيبتي الغالية أم أنس ألف مليون شكر برضه على وقفتك معايا يا غالية. معلش أنا أسفة لو كنت نسيتك امبارح، والله أنا يا حبايبي معلش سامحوني. أنا الأيام دي أنا يا ريت كل اللي يسمعني ينصحني نصيحة لوجه الله كده ربنا يكرم بيها الجنة. النسيان بيجي معايا بطريقة فظيعة يعني. أنا ممكن نقول هنعمل حاجة وتسقط من دماغي خالص. وكمان زي ما قلت لكم ممكن يسقط من راسي يوم كامل. مش عارفة ايه حكاية النسيان معايا، بننسى يعني. بصوا بتهيألي انا ممكن يكون جاني زهايمر، ده اكتر من الزهايمر اللي انا فيه والله. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله. هنا هنعمل بصلة زي بصلة الكشري عشان نحطها على الوش كده. شايفين؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصراحة أنا مش زي ما بنقولكم مش بنحب نعمل الوكل في الخلاط. يعني في ناس بعد ما البصارة بتوصل للمرحلة دي كده بتعمله بالخلاط. أنا بصوا ده الهاند بلندر ده بتاعي أنا ده المهراك يا جماعة أو المصواط أو زي ما هتقولوا عليه، إحنا هنقول عليه مهراك. بندعك بيك ده العدس والفول بسم الله ما شاء الله بيخليهم زي المربى. شايفين يا حبايبي؟ في ناس في المرحلة دي تديهم ضربة بالخلاط أو تديهم ضربة بالهاند بلندر. بصراحة لا، أنا بنحب الطبيخ اللي على قديمة زي ما أمي وأمك وجدتي وجدتك كانوا يعملوا. أنا بنحب نهرك كده، بنحس لطعم أحلى 100 مرة من أنا نضربه في الخلاط يعني. لأن كده بنحسه بيستوي منا فيه والله بيبقى زي الزبدة بسم الله ما شاء الله. هنا هنحمر زي ما قلت لكم شوية بصل عشان نحطهم على الوش، وهنعمل كمان شوية تقلية نرميهم في قلبها. ادي العدس ده اللي ادي مليكة قاعدة جنبي هتدق للتومة. بصوا اللي ده اللي هنحطه على الوش. وعملت بصلة تاني هنحط عليها تومة وهنطش بيها البصارة. والله العظيم البصارة كانت جميلة بالهنا والشفا يا رب، وريحتها تجيب لاخر الشارع. انا مش بنحط لها غير ملح وكزبرة وشوية شطة، مش بنحط لها حاجة تاني. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. مليكة هتقول لكم حطوا لايك. بصوا الخضرة خلت لونها كده. لو ما عندكش خضرة بعد ما بتهرسي الفول والبصلة والثوم بالطريقة دي بيبقى لونه أبيض طبعا الفول، وتروحي رشة ملوخية يابسة أو ملوخية ناشفة تبقى جميلة جدا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
كمان شريحتين باذنجان مخلل هم اللي كنت جايباه وريت ليكم، عملته مخلل وجرجير وطماطم مخلله، وبسم الله ما شاء الله كان احلى غدا والله. بالهنا والشفا لينا وليكم يا رب. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله. تفضلوا يا حبايب قلبي، حاجة بسيطة مش قد مقامكم، بس والله العظيم يعني الحمد لله الرضا بالمقسوم عبادة، واحنا راضيين باللي قسم لينا ربنا. عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في البيت اللي شفتوه، هندوره تاني